محمد حسني مبارك يقال بداية النهاية، وهي سنة 1999 عندما أقيلت حكومة الجنزوري وعين عاطف عبيد رئيس للوزراء، وبدأت الخصخصة وبيع البلد. ده اللي مكتوب. بداية النهاية مع محمد حسني مبارك من 99 ابتدت الكلام عن ركوب ابنه للسلطة، أو أنه هو عاوز يورث الحكم زي الأسد لما ادى البشار ابنه. وكمان ابتدت الاستثمار يعلى في مصر والبطالة تزيد، الغني يزيد غنى والفقير يزيد فقر. مع تقدم السن مع الرئيس مبارك وادى سلطات للي حواليه. كان الأول في بداية عهده بينزل في زيارات ميدانية بنفسه، لكن في أواخر عهده لم يكن يقوم بأي زيارات ميدانية، كان يستكفي بأن يعضد العلاقات الخارجية مع الحلفاء وساب الأمر الداخلي. ده كلام الناس عن الرئيس مبارك، وتحول من رئيس محبوب إلى رئيس يريد البعض بخلعه.